تتباين كفاءة المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية في محافظة كربلاء بين من هم بعيدين عن مفهوم العمل البرلماني وبين أصحاب التجارب الناجحة، فيما يرى مراقبون أن القوائم الانتخابية استقطبت المؤثرين والمدونين لجمع الأصوات، وأن المواطن اليوم أمام التحدي اختيار الأصلح. على وقع الاستعدادات الانتخابية في كربلاء تتجه الأنظار إلى مستوى كفاءة المرشحين وخلفياتهم العلمية والمهنية، ففي وقت تتزايد فيه الدعوات لاختيار من يمتلك المؤهلات التي تليق بالعمل البرلماني، يبرز من لديهم تجارب ناجحة وآخرون غير ذلك. شوف بعض المرشحين تحس أنه هو بعيد كل البعد عن مفهوم وما هو مطلوب من عنده بالأداء البرلماني. هذا لا يمنع أنه أكو بعض المرشحين موجودين ولكن بنسبة قليلة أنه أدائهم جيد سواء بالدورات السابقة أو هم اللي يعني عندهم أداء أو عندهم فد إنجاز ملموس على مستوى المجتمع. ويرى مراقبون أن أبرز أسباب ظهور مرشحين يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة هو قانون الانتخابات الحالي الذي أتاح لبعض القوائم الانتخابية ترشيح شخصيات غير كفؤة في خطوة براغماتية لكسب الأصوات. بما أنه النظام الانتخابي يعتمد على أنه العدد الأصوات اللي تحصل لكل قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية، وهذا العدد مهم، فالسباق اللي يجري حاليا هو سباق عدد أصوات. فنلاحظ هناك مرشحين مثل من فنانين، من رياضيين، من بلوجرات أو ناس يعني مدونين. وبين خيبة التجربة السابقة وأمل التغيير يبحث المواطن عن الأصلح ومن يملك القدرة للشعارات، وهو أمام خيارين لا يخلو كل منهما من التحدي في معادلة تعكس حجم المسؤولية في الاختيار، خصوصا بعد التجارب التي سلفت في مجلس النواب. فيجد المواطن نفسه بين فكي الأسد وبين المطرقة والسندان، ما بين مرشح جديد لا يعرف عنه شيئا وما بين مرشح قديم لم يفعل شيئا. وقبال مرشحين يمتلكون رصيدا علميا ومهنيا يؤهلهم للعمل البرلماني، وآخرين يفتقرون إلى أبسط مقوماته، يبقى وعي الناخب هو الفيصل في تحديد شكل البرلمان المقبل، برلمان يفترض أن يكون ساحة للعقول والخبرات لا منصة للصدف والمجاملات. من كربلاء، طارق الطرفي، الحدث.